يعني فيها حاجه مقفوله في كيس، يعني ما تسيبهاش عريانه، اي حاجه عريانه هتمشي الجوه اللي فيها هتطلع وتمشي. نحطها تضرب وهي بتضرب نجاوب بقى على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. احنا كده هنا حطينا الخمسه وال 135 جرام سكر. كده الساعة 2 هنشوف هتاخد مننا قد ايه وقت. ما اقدرش اقول لك 8 دقايق ليه؟ حسب سرعة العجان. السرعة انا هضرب على نمرة 1 ولا نمرة 2. عادة البيض بنضربه على أعلى حاجة. البيض والسكر طالما في سبونج يبقى هضرب على أعلى حاجة. معايا؟ البيض احنا قلنا البيضة فيها حوالي 55 جرام. منهم حوالي 35 ابيض او 33 ابيض و22 اصفر. البياض زي ما احنا قلنا هو اللي بيهيش البيض. الصفار هو اللي فيه نسبه الدسم والكوليسترول، عشان كده يقول لك دايما ايه ما تاخدش بيض كتير لو فيه كوليسترول. هو كمان الاجسام ياخدوا بياض البيض ما ياخدوش الصفار، ياخدوا البياض لوحده كله بروتين. شيف المحسن في السبونج احسن ولا النشا؟ ده حاجه وده حاجه. يعني المحسن ليه تاثير ان هو بيديني المشكله بتاعت التقليب. انا لما بعملها كده دلوقتي اهي كنت وانا بقلب هتشوف احنا بنقلب ازاي. المحسن بيخليني اقدر احط دي في المكنه وهي شغاله واقلب في المطبخ. انما البيض لوحده والنشا ما اقدرش اقلب في المكنه. فاهم؟ يعني لازم نقلبها بالمعلقه. نقلب بالمعلقه. طب يا شيخ لما تفرول احنا بنقطعها بتبقى مفروله. دي ناقص. هي ناقص او بيكنج باودر زائد. اللي مش شرط انها تبقى قبلها بيوم بحيث انه الكيكه كده تهدى. يستحسن ان انا قبلها بيوم ليه؟ عشان لما اجي فتح زي التوست. التوست لما نيجي نعمله ما بقطعوش في نفس اليوم، بس تاني يوم. عشان تكون هيلثي مثلا لو قطعتيها في اول يوم السبونج او التوست هيفرول منك. لازم اسيبها تبرد كويس في الثلاجه تاني يوم، او على الاقل 4-5 ساعات في الثلاجه تكون هديت. ما تفرولش منك وهتضايقك في الشغل. ما بتتقطعش كويس. ما بتتقطعش كويس. هتقطع بقول لك هتلاقيها هايشه قوي. مشكله المدام ان هو بيبقى حتى تاني يوم يفرول. ايوه يبقى دي ناقص. يعني دي عامل زي البقسماط كده، تيجي عمال يفرول بيطلع زي البقسماط كده. ناقص دقيق. يبقى مثل المحسن ان هو بيقلل لي وقت الضرب، بيسهل لي التقليب، بيديني ماده حافظه، تمام، وبيهيشني. وما ينفعش ان انا اجيب ريسبي عادي. يعني انا عملت ريسبي كده ما ينفعش حد تقولي لي احط عليه محسن. لان احنا قلنا دي معادله لازم محسن. يعني انا حطيت بيض، محسن بقت ميه فانا حطيت بيض. محسن بقت ميه يبقى انا حطيت بيض. لو انا في الكوسه دي مثلا عاملين 4-5 بيضات وصفار بيضه، لو انا هحط محسن هنا هحط 3 بيضات بس. لازم اقلل البيض. لو حطيت يعني في ناس بيعملوا ايه؟ يجيبوا الكيك شيف ده او المحسن يروح حاطه على الريسبي اللي عنده. مطلوب مش تنفع. لازم عادي اي سبونج اي حاجه عادي تدخل الفرن بتهيش، ولما تطلع هتريح. يعني التورتايه طالعه تبص تلاقيها قابله كده، بعد كده تريح. لازم تريح ده وضع طبيعي. بس النقطه في ايه؟ هل هو بيريح وهو لسه ليفل عدل ولا بيريح يقص لتحت؟
صغيره. بس لا لازم هي هو دي عادي هو ده هقول لك ليه الكاكاو بيمسك عن بص هي كانت ابتديت ازاي؟ فرصة عادية برضه. عارف انا مهندس ميكانيكا تمام عندي مصنع في مصر العمال بتشتغل النهارده كيكه تبقى وحشه بكره مش عارف ايه قاعد انا مش فاهم اللي بيعمل الهندسه لازم افهم كل حاجه بتشتغل ازاي فعشان كده ابتديت ادرسها جبتها خدت كورس مع الفرنساوي خدت كورس مع الانجليزي وعندي كتب ومراجع كده بقى بقعد اجيبها من بره دي نوت بتاع فرنسا دي بتاع سويسرا دي اعلى معاهد على مستوى العالم والله انا بعمل في مصر بنعمل في مصر تعالى لنا هنا بقى. هات يكون المركز في مصر وما ينفعش حضرتك تعمل لنا انا في بورسعيد؟ مش هينفع نروح لك مصر يا شيخ، تعالى لنا هنا. انا جبته على عينيا الله يبارك فيك. نوضب مكان هتفق مع مستر باسم لو وضبنا نوضب مكان ايوه يومين حضرتك قبل على الموضوع ده برضه وانا حضرتك بتعمل هناك ساعات متهيألي مش يوم كامل. لا بصي انا ببتدي يعني انا عندي يوم الاثنين ده كورس عن كرة الموس كرة الموس والتشيز كيك والكلام ده كله ازاي ارش انا جايب لكم النهارده هنرش المسدس اللي احنا هنشتغل بيه الكورس الجاي تمام بيبقى الكورس يومين بنبتدي 9 9:30 بخلصها 3 4 طب حاول معانا حاضر هحاول نظبطها بس توفير المكان مش اكتر انما انا اجي على عينيا في اي وقت تعال عندنا في البيت ولا تزعل. نورنا والله احنا بنروح حضرتك بجد والله. ربنا يكرمك عايز سؤال لا ورق الترانسفير عارفينه ايوه الشوكولاته لما اجي استعملها بحط لها حاجه لا بتسيحها وتحطها عليها اهم حاجه قوالب او ورق اللي هو الفلات مثلا عايزه اعمله اي حاجه الترانسفير عباره عن ايه؟ ورق مطبوع زبده الكاكاو اه الله ينور زبده الكاكاو واخده لون واخده الرسم تطلع على الشيك اللي هو الاسيديت شيك ده لازم لما اجي انا اسهل الشوكولاته اهم حاجه الشوكولاته بتاعتي بس تبحر فبيحصل ايه زبده الكاكاو هتسير تتنقل من على الاسيتيت لورقه تاخد الطبعه الترانسفير ايوه تمام فطبعت عليها دخلت الثلاجه الشوكولاته متوصها اللي هي بالتبريد بتكش ده اللي بيخليكي لما تعملي فرن الشوكولاته بعد ما تطلعيها من الثلاجه سقعت اللي فيها جت فيها وقعت الشوكولاته بتكش وتسيب الجناب بتاعت الفرن بتاعتك تمام نفس الحكايه هيحصل كده الشوكولاته بعد شويه سقعت هتسيب اروح شايلها الرسمه اتنقلت لي على الشوكولاته الشوكولاته الساده ما ضفتش عليها اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه شيف بعد اذنك في تورت نازله بيعملوها بطعم الجلاكسي الكريمه والشوكولاته بتبقى بطعم الجلاكسي دي بتتعمل ازاي؟ بصي حضرتك انت عندك اعرف ازاي ان البيت بتاعي اتضرب كفايه تمام لان دي اهم نقطه في الاسبوع لا انا هقول لك في العربي عندي واحد اسمه فنان شارع العيش على طول انت طالعه على الشارع اللي هو السواحل لا سوري ايوه الشارع ده كده وانت ماشيه الناحيه الشارع بتاع العيش على طول وانت مش اسمه الفناوي عند كل حاجه ايوه واقفه على الوش ازاي فرشت سنه صغيره تمام فاضل لها حاجه سنه على اساس ان هي ما تسرسبش التماسك بتاعها اللي هتخليني لما اجي اقلب الدقيق ما تهبطش مني انما في ناس يقول لك ايه اعملي 8 قبل ما تخلص ال8 بتكون 8 راحت ما لسه ما اتضربش تعرفي ازاي ان السبونج بتاعك صح ولا لا بعد ما تقلبي الدقيق حجمه قبل التقليب زي بعد التقليب ما هبطتش يبقى انا سبونجي صح كده انما لو انا بقلب هبط مني يبقى انا قلبت غلط او هو ما كانش خد الضرب الكفايه بتاعه حضرتك بتتكلمي عن القناوي ده بتاع ايه؟ قناه القنوات ما فيش عنده القناع بتاع الواد بس حضرتك لا وعنده الحاجات الأولى لا
سامعه على حد العيش هنا. هنا حطينا الدقيق والكاكاو والنشا. الكاكاو قد ايه يا دكتور؟ الكاكاو قد ايه يا شيخ؟ الكاكاو قد ايه حضرتك حطيت؟ حضرتك بيسأل حضرتك الشيف حضرتك كاكاو قد ايه؟ بيسأل حضرتك الكاكاو قد ايه؟ احنا قلنا 40 جرام كاكاو، 40 جرام نشا، 90 جرام دقيق. وهنا الدقيق اللي هشتغله دقيق لكل الافراد، مش هتاخد دقيق العادي كنت عايز اسالك السؤال ده لو هشتغل محسن هشتغل بدقيق مخبوزات. احنا هنا بناخد الدقيق الخمس نجوم بتاع الكيك. لا خمس نجوم اللي هو العادي، بس اللي هو خمس نجوم عنده حاجه البسكوت اللي هو يقول لك لجميع الافراد. لجميع الافراد؟ انما خمس نجوم الابيض هو عنده بيبقى ابيض ده للعيش والمخبوزات. لا في خمس وعنده نجوم أزرق، للكيك. وعنده نوع اصفر او اخضر للكيك والبسكوت والحاجات دي. فهو ده. شيف بعد اذنك يا شيف، المقاس اللي بتعمل فيه الصينيه او الفرن الخمس بيضات دول هيعملوا لي تورتايه 24 سم. 24 تقريبا. طب لو انا عايزه اعمل المقاس 26 لو عايزه تعملي تورتايه 26 عادة طبعا يعني احنا عندنا في المصانع ما بنشتغلش كده. ده ماشي يا شيف؟ ده هيبقى كل الافراد. يعني ده استعمله عادي؟ ماشي كل الافراد. ماشي. طبعا احنا بيبقى عندنا مكنه كبيره بتاخد حوالي 120 بيضه، فبنعمل وبنملى الطوق دايما. اي حاجه اعملها كيكه سبونج كيك اي حاجه ما بنبلاش اكتر من 2 دقيقه. خصوصا لو محسن او كده عشان بينطوا معايا الخمسه دول هيعملوا لي تورتايه 24. التورتايه دي حوالي 22. هيملوها وبزياده مش هنملاها كلها. طب لو مقادير لو عايزه الصينيه 26 هكبر في حدود الربع. كبر ربع. زود المقادير. كبر الربع ازاي؟ يعني زود المقادير شوية. هيبقى كام بيضه؟ هضرب كل المقادير بتاعتي في 1 وربع، يعني سي وازود مثلا انا عليها عندي ربع. كيلو دقيق هضرب في 1 وربع يبقى كيلو وربع دقيق. عندي نص كيلو سكر هضرب في 1 وربع يبقى 625 جرام سكر. طب والبيض هنضربه ازاي؟ هضرب في 1 وربع، احنا عندنا في الست 5 بيضات هضرب في 1 وربع هيبقوا 7 بيضات ونص. وهناك هيبقى الصفار في 1 وربع مش هيكمل حاجه. فهسيب يا اما هاخد صفارتين ويبقى 7 بيضايه وصفار يعني ممكن يبقى 7 بيض و2 صفار مثلا. معايا التقليب بتاعي اهم حاجه في التقليب. انا هنا دلوقتي كونت هواء جوه في البيض بتاعي مش عايزه يهبط مني، مش عايزه يطير. لو انا جيت عملت كده حضرتك شايفه الازاحه، شايفه بزق قدامي قد ايه هواء بالعرض ده كله. ضغط الهواء ابسط من كده. حضرتك لو راكبه في العربيه وعملت ايدك كده بره الشباك هتلاقي ايدك انما لو عملت ايدك بسيفها كده مش هتحسي بمقاومه. ليه؟ كل ما كبرت السطح اللي هو مواجه القوه اللي بتقابله كل ما زادت القوه. فانا بعملها كده يبقى ايه؟ مفيش مقاومه. باخد سيف في الصرف المعلقه سيف سيفها كده، ادخل بسيفها واطلع بسيفها. يبقى انا قللت الهواء الزق اللي انا بزق البيت فيه، مش هطلع منه هواء جامد. الدي بتاعي اهو باخده على الوش كده خفيف تمام. بس هيك اهو نزلت بسيفها كده مش هطلعها بره الابيض، مش هطلعها بره البيض. يعني وانا بقلب ايوه كده وبجيبها من تحت. ليه؟ دي اتقل من البيض، بيقف فالوضع تحت. الطبيعي ان هو هيقع تحت. تمام. فانا بجيب تحت المعلقه وما اطلعش بره البيض. مجرد ما هيبتدي وبلف عشان يبقى انا ضمنت ان كل اي دقيق وقع تحت انا ايه كله متقلب. خلط مع جاي معايا. سامعاني؟ الكيكه جايه دي اللي هتعمليها التورتايه، وهخلي مامي تبعت لي على الفيسبوك وتوريها لي. والله بجد. ربنا يبارك لك فيك. طبعا يبقى قلنا المحسن البيكنج باودر كل الحاجات دي بتساعدني عشان لو انا وانا بقلب ما حصل مني مشكله يبقى ايه
لا تلبان.